السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده وفي احوال طيبه يا ربي. المهم اليوم شاركت معكم واحد الكيكه يوميه تجي زوينه واقتصاديه. خليكم معايا نمشيو للمقادير ان شاء الله. بالنسبه للمقادير، هنا عندي 4 البيضات بحراره المطبخ، عندي كاس ديال الزيت، عندي كاس ديال السكر سنيده، عندي كاس ديال الحليب مع مرش، عندي ياغورت بنكهه الفاني، عندي 2 كيسان ديال الدقيق، عندي 2 خمارات، وعندي النكهه ديال الليمون. المهم كل واحد شنو تيقولوا الليمون للتشين هو هذاك، المهم النكهه ديالو. المهم ضفت هاد 4 البيضات وزدت عليهم كاس ديال سكر سنيده، وتنخلط مزيان، تنطرب مزيان هاد البيض ديالي وهاد السنيده حتى تينسجموا لي العناصر. المهم هاد الكيكه زوينه اقتصاديه. المهم المقادير ديالها متواجدين في اي بيت يكونوا متواجدين، وجدوها الوليدات الكوتي. المهم اي حنا الكبار ما نتحنا زوينه تجي هاد الكيكه اقتصاديه. المهم هنا ضفت ياغوت ديال الفاني، اللي ما عندوش متوفر ما يضيفوش، انا المهم عندي متوفر ضفته. وهنا هذه النكهه ديال التشين ديال الليمون، ضفت راس معلقه. وحتى هي اللي ما متوفراش ما يضيفهاش، يضيف اي نكهه عنده بالنسبه للكيكه، اي مهم اي نكهه ينكه بها تتجي زوينه. وتنطرب مزيان هاد الياغوت ديالي والسكر سنيده والبيض. وبالنسبه لهنا ضف عندي 2 خمارات ديال الحلوى، انا ضفت 2 خمارات، وعندي 2 كيسان ديال الدقيق، وتنخلط مزيان. هاد الكيكه اقتصاديه. المهم بالنسبه للدقيق ما غنضيفوش في دفعه واحده، نبقى نضيف الدقيق ونزيد عاوتاني نطرب. المهم نطرب الدقيق ونزيد باش نشوف الكيكه ديالي شحال غتدخل لي. المهم واش غتدخل لي 2 كيسان ولا غتدخل لي، المهم على حسب الخليط ديالي. بالنسبه للخليط ما نقصحوش، ما يجيش ثقيل بزاف وما يجيش عاوتاني خفيف، باش ملي تدخل الكيكه ديالك للفران ما تنزلش في الفران، تتبقى الكيكه واقفه وزوينه. المهم البنات اللي اول مره زار القناه ديالي يدير واحد اللايك وابوني ويفعل الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد على القناه ديالي، وفضلا وليس امرا. وتنشكر البنات اللي تيدخلوا ويديروا لي التعليق، تنشكرهم بزاف، تنشكر الناس القدام والناس الجداد اللي انضموا للقناه ديالي. المهم هنا من بعد ما طربت الكيكه ديالي، هذا المول اللي غندخل الفران، هذا المول المهم كبير شويه، تيجي زوين يا البنات، تجي الكيكه ديالو غزاله في الصراحه. انا تتعجبني الكيكه ديالو، تجي زوينه. الكيكه ديالو تجي بحال القطن، نتوما غتشوفوا ان شاء الله. المهم غتشوفوا الكيكه كي غتجي. خليكم معايا ان شاء الله حتى الاخر ديال الفيديو. المهم هنا ضفت الخليط ديالي في المول. بالنسبه هنا عندي البنات، المهم نقصت شويه ديال الخليط من الكيكه وضفت عليه كاكاو المر. المهم اللي بغى يضيف هاد، المهم هادشي هذا يضيفو، اللي ما بغاش ما يديرش هاد، ما يديروش، يخلي الكيكه ديالو عاديه. هاد الكاكاو منين تقطع الكيكه ديالك تيجي من الداخل بحال الشوكولاط فيها من الداخل. المهم اللي بغى يديرها، ما بغاش يديرها يخليها هكا وصافي. هادشي اللي كاين. المهم بعد ما ضفت الخليط ديالي في المول غندخلوه ان شاء الله الفران. نتوما المهم الخليط ديالي ما خفيفش بزاف وما ثقيلش. هانتوما البنات من بعد ما خرجت الكيكه ديالي من الفران، شوف كي جات محمره وتجي زوينه، تنخليها غير من الفوق ما تنهبطاش على وجهها، وتجي محمره وتجي زوينه. واش كي طلعت الكيكه ديالي. المهم بالنسبه هنا انا تندهن بالكونفيتر، كونفيتر ديال المهم ديال الحلويات، المشماج ديال الخوخ، المهم على حسب كل واحد باش يزين الكيكه ديالو. انا زينت انا بالكونفيتر، اللي ما عندوش متوفر يدير اي حاجه لتزيين الكيكه ديالو، يدير ناباج الا عنده متوفر، يدير المهم السيروم ديال سنيده ويضيف عليه شويه ديال الليمون ولا شي حاجه.
ويدهن به. المهم هانتوما الكيكه ديالي كي جات منين درت لها هاد اللوز ايفيلي. بالنسبه للتزيين كل واحد يزين الكيكه ديالو باي حاجه. المهم انا زينتها هنا باللوز ايفيلي. الكيكه طلعت زوينه. هانتوما البنات شوفوا الكيكه تجي بحال القطن من الداخل، تجي زوينه واقتصاديه. المهم جربوها غتعجبكم ان شاء الله. وهاد الشكلاط كيجي في الوسط ديالها تجي زوينه. المهم هنا غيسالي الفيديو ديالي وغنقول لكم تهلاو فراسكم وبسلامه عليكم، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. يلا باي باي عليكم.